من السذاجه اللي انا اتعادل 2-2 وانا مستحوذ على المباراه 67% او 70%. دي سذاجه لعيبه. خلي بالك، عارف لو انت مضغوط وانت اللي مضغوط 90 دقيقه وتطلع 2-2 يبقى انت كويس، يعني الحمد لله اللي انا طلعت بس شلت 2 بس. لكن يكون انت اللي مستحوذ على المباراه ومش عارف تعمل فعاليه على الجون، مستحوذ على الفاضي، يبقى ده خيبه امل منك، يعني ده حاجه مش كويسه ليك. يعني من كورتين ساذجين، يعني مش هجمه، المقاولين ما عملش عليك هجمات، كورتين راحوا جابهم جون، هو افضل منك، هو بيعرف يستغل الفرص. انت ماسك المباراه 90 دقيقه ما استغلتش، جبت الجونين، واحده بيلن وواحده هوب تك تك جون لزيزو، خلصت. ماسك لي الكوره بس عمال تروح له وتجيله ومش عارف تجيب التالت، فهو شلت. وخلي بالك انا شايف الجون الاول حتى لو حاتم سكر غلط، ودي تاني مباراه ليه لسه ناشئ وطالع، وغلط ايه في الناحيه بتاعت المقاولين، في منطقه المقاولين مين كان بيغطي عليه؟ محدش غطى عليه، راحت واتباصت واتعملت وجون. فحاتم حسام عبد المجيد بيبص له بيلبسها له. طب انت يا حسام عبد المجيد يعني غلطت غلطه ما حدش يغلطها، لو واحد لسه مبتدئ في الكوره مش هيغلطها. يعني الفطاحل واللي اجمد من اجمد اي حد، وائل جمعه ومدحت عبد الهادي والناس اللي انت تخاف من اساميهم دي، بيلعبوا السهل. انا مضغوط عليا من 2، واحده في الاوت. هو انت افضل منهم؟ هو انت لازم الفلسفه لازم تخش لجوه. اديك اهو لبستنا جون وفي الدقيقه 91. مدحت عبد الهادي اديت الماتشين اللي فاتوا كويس جدا، عملت اداء كويس وكنت ما شاء الله بتدي حماسه للعيبه. اقلع بقى العبايه بتاعت المدير الفني. مش معقوله ان انت واقف على الخط وانت اللي عمال توجه اللعيبه. الاجنبي ما بيحبش كده، بيخاف بيقلق، وكمان هو جاي وشافك وانت مدير فني وكسبان مباراتين. حتى هو لو بص 100% جامد هيقلق منك. بعد اذنك نهدى شويه. وفي لقطه جت وانت بتدي تعليمات لسيف جعفر، اللعيب بيقول لك انا اسمع كلامك ولا اسمع كلامه؟ بعد اذنك اهدى، الراجل يعني اسم كبير وان شاء الله كويس. وخلي بالك الحماسه بتاعت المدرب هو دي اللي الزمالك محتاجها دلوقتي، اصل انت ولا هتعرف تجيب لعيبه جديده ولا خلاص هتكمل بيهم. فالحماسه ساعات بتغطي على الاداء، على الكواليتي بتاع اللعيب. يعني عارف لما اللعيب يكون بيجري كتير وعنده حماسه وبيضغط ومش عارف ايه، ساعات بتغطي على الفنيات، واخد بالك؟ فبعد اذنك نهدى شويه. بالنسبه لكاروس خوان كاروس ماسك قلمين. عرفنا ان القلم الازرق ده كويس والقلم الاحمر ده وحش. الراجل كتب حاجات كتير بالاحمر، يعني معقول وبقى كده الفريق فيه سلبيات كتير وده كويس. ما هو فعلا الفريق فيه سلبيات، ما هو مش معقوله اكون انا كاسب 5 متوشه بس من اول السنه وفي ايجابيات. فاما يكتب بالاحمر يبقى الراجل ده فاهم وفاهم شغله وهيطلع العيوب اللي في الفريق. فاكتب بالاحمر، ما دينا شايفين هو سنه حمر علينا. بالنسبه لناصر منسي لعيب كويس جدا وبيستغل الاوفرات، والراجل يعني في الكور العاليه مفيد. انا مش عارف ليه ما بنلعبلوش عالي. يعني هو الكور العاليه هو بيعرف يستغلها. الاجنبي يا جماعه تشتغل، يعني مش محتاجه. يعني راجل بيعرف الفيرود بتاعك بيعرف يجيب العالي، اديله عالي. بالنسبه لمصطفى شلبي من اول لما جه حسيت اللي هو يعني في فعاليه على الجول، في اداؤه في فعاليه للزمالك، يعني حتى بيضغط كويس وبتاع، فده مؤشر كويس. يعني حتى يعني بعد ما طلع هو وزيزو الدنيا هديت شويه. يعني الهجمات بتاعت الزمالك واداء نادي الزمالك الهجومي قل شويه. بالنسبه لابراهيم النضاي ان شاء الله، يعني الراجل بقى له ماتشين على التوالي اهو بيأدي كويس وبتاع، بس بيعمل مش عارف بيألف على الجنب، تحس ان هو بيعمل كل حاجه كويسه وتلاقيه هو والراجل الاسود التاني مش عارف كان فاروقه ولا التاني ده ده بيقلش والتاني بيقلش، بس اداؤه كويس. ان شاء الله لو خد تاني هيبقى كويس. بالنسبه لتوقيت المباراه يا جماعه، يعني من الغباء، انا اسف بقى، من الغباء اللي انا العب مباراتين بتاعت افضل اللي هم يعني اجمد فريقين في الدوري، واللي هو القاعده الجماهيريه الاكثر في توقيت واحد. يعني ده غباء. طب ما اجل الزمالك، لو الاهلي عنده يوم السبت ماتش مع الرجاء، طب ما اجل الزمالك. يعني ده يعني عدم تسويق وحاجه يعني ما تنفعش. انا عايز اسوق للدوري بتاعي، والاهلي اقوى فريق والزمالك اقوى فريق، والقاعده الجماهيريه الاكثر الاهلي والقاعده الجماهيريه الاكثر الزمالك، العبهم في نفس التوقيت.
ما اكيد ده هيتفرج هنا وده هيتفرج هنا. طب ما لا اخر الزمالك، ما الزمالك لسه هيلاعب باين سيراميكا يوم 26. خلاص خلي الاهلي يلعب النهارده والزمالك بكره. ليه بقى؟ انا مش فاهم يعني. وكده خلاص يعني الدوري خلاص بعيد قوي يعني الزمالك، يعني محدش يفكر بقى فيه، واخد بالك؟ يا رب نلحق اصلا التالت. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.